السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل طلاب الثانوية العامة. أهلا ومرحبا بكم في قناة الأسطورة في جغرافيا السياسية للثانوية العامة دفعة 2024. هنتكلم يا شباب النهاردة على امتحان الدور الأول جغرافيا سياسية 2023، لأن الامتحان ده كان جميل خالص وفي أفكار كتيرة من المتوقع إنها تتكرر السنة دي بأمر الله تعالى. فعشان كده عايزك تركز في كل سؤال هنا وتذاكر كل سؤال كويس عشان تقدر تتدرب على طريقة الامتحان صح. هنبدأ على بركة الله مع بعض. السؤال الأول بيقول لك ايه: ادرس الخريطة جيدا ثم استنتج تساعد السهول على تحقيق الامتزاج الثقافي بين السكان. تمام، السهول بتساعد على وجود امتزاج ثقافي بين السكان، ولكن ما هي السهولة التي تخرج عن ذلك؟ ما هي السهول التي تخرج عن ذلك؟ يعني اختار السهول اللي مش اما يبقى فيها امتزاج ثقافي، مش اما يكون فيها امتزاج ثقافي. أول اختيار بيقول لك سهول سيبيريا شمال آسيا، السهل الأوروبي العظيم، السهول الوسطى بأمريكا الشمالية، سهول البومباس بأمريكا الجنوبية. طبعا لو انت مذاكر كويس هتختار سهول سيبيريا شمال آسيا اللي هي ألف. وطبعا اخترنا سهول سيبيريا شمال آسيا لأنها يا شباب متجمدة، لأنها باختصار كده متجمدة. ادي سهول سيبيريا، تمام كده يا شباب، ودي متجمدة لأنها قريبة من المحيط القطبي الشمالي. لكن باقي السهول زي السهل الأوروبي العظيم في أوروبا، والسهول الوسطى بأمريكا الشمالية، واخدين بالكم، وسهول البومباس بأمريكا الجنوبية في الأرجنتين، كلها سهول فيها إنتاج حيواني لأنها غنية بالحشائش الطبيعية. تمام كده يا شباب. السؤال الثاني بيقول لك يعاد: تفكك الاتحاد السوفيتي وجناحيه الاقتصادي والعسكري يؤكد صحة آراء العالم مين؟ يعني لما تفكك الاتحاد السوفيتي وتكتل الكيميكون وكمان حلف وارسو، ده بيؤكد على صحة أفكار مين؟ كيلين ولا أرسطو ولا سيجفريد ولا ابن خلدون؟ طالما السؤال اتكلم على التفكك أو الانهيار تختار على طول وانت مغمض عينك مين؟ ابن خلدون، لأنه هو اللي قال اتكلم على نهضة الدول وقيامها وسقوطها يعني انهيارها. يبقى هنا الإجابة هتكون دال ابن خلدون يا شباب. نيجي عاد السؤال رقم 3 بيقول لك ايه: من خلال الجدول استنتج الدولة الأقل تضررا أو الدولة الأقل ضررا حال تعرضها للزلزال. طبعا مين الدولة اللي الضرر بتاعها يكون قليل خالص لما تتعرض لزلزال؟ طبعا طالما قال لك أقل تعرضا أو أقل تضررا حين تعرضها للزلزال، يبقى تختار الدولة كبيرة المساحة. المساحة كبيرة المساحة يا شباب. طب مين فيهم كبيرة المساحة؟ عندك سين 30,000 كيلومتر مربع، وصاد 250,000 كيلومتر مربع، وعندك عن 700,000، ولام 100. طبعا أكبر واحدة فيهم قدامنا هنا عين، يبقى هنا يا شباب المفروض نختار عين. طب عين هي مين يا شباب؟ عين اللي هي طبعا ب، يبقى كده نختار الإجابة ب. يبقى السؤال الثالث إجابته ب، هنختار دولة عين لأنها الأكبر مساحة، الأكبر مساحة. وسؤال زي ده جميل خالص يا شباب وسهل. سؤال رقم 4 بيقول لك ايه 4: تأكدت السيادة المطلقة للوحدات السياسية على أراضيها معذورية. يعني دلوقتي كل وحدة سياسية، يعني كل دولة بيجي لها سيادة مطلقة على أرضها، يعني تتحكم في، لها شخصية وسيادة وحكومة وتحكم ذاتي في نفسها على أرضها لكل دولة، مع ظهور العولمة ولا التخوم ولا الحدود السياسية ولا التكتلات الاقتصادية. طبعا محدش خلى للدولة كيان وسيادة على خريطة العالم غير ظهور الحدود السياسية، لأنها بتحدد سيادة الدولة. عندها بتبدأ سيادة دولة وتنتهي عندها سيادة دولة أخرى. دي الحدود الحدود السياسية يا شباب. تمام كده. السؤال رقم 5 بيقول لك يا 5 عاد، بيقول لك دولة هولندا أقل منع أثناء تعرضها للاحتلال ويرجع ذلك لوقوعها في أن. طبعا دولة هولندا يا شباب، لو أنت ركزت في دولة هولندا، دولة هولندا في أوروبا. تمام. وموجودة فين دولة هولندا في أوروبا؟ نجيب لك خريطة العالم. خريطة العالم يا شباب، ركز معاي خالص، ركز في اللي هنعمله على خريطة العالم. نجيب لك هولندا. تمام. نفتح خريطة العالم مع بعض. أدي هولندا يا شباب. هولندا موجودة في أوروبا. موجودة فين؟ موجودة في أوروبا هنا. تمام. طالما هولندا موجودة في أوروبا، المكان ده اسمه على بعضيه السهل الأوروبي العظيم. المكان ده اسمه يا السهل الأوروبي العظيم، ده اسمه السهل الأوروبي العظيم المكان ده. يبقى هولندا نفسها موجودة في مكان اسمه السهل الأوروبي العظيم.
تمام كده يا شباب، فلازم تاخد بالك من الحتة دي. نرجع للسؤال، بيقول لك دولة هولندا أقل منع أثناء تعرضها للاحتلال، يعني ما تقدرش تحمي نفسها لما تتعرض للاحتلال. وده السبب يا إنها واقعة في سهول البنباس. طبعا سهول البنباس موجودة في أمريكا الجنوبية يا شباب، مش موضوعنا ده. السهول الوسطى في أمريكا الشمالية، سهول سيبيريا شمال آسيا، لكن هي تقع في السهل الأوروبي العظيم. واخدين بالكم يا شباب؟ عشان كده أي احتلال يدخلها بسهولة، وكمان مساحتها صغيرة. السؤال رقم 6 بيقول لك ايه يا عاد؟ ركز معايا. تتعدد مناطق قلب أو نواة الدولة على خريطة العالم. في ضوء العبارة استنتج الدولة التي يجاورها أقل عدد من الدول تتمتع بوجود قلب ذات أهمية. أنت قاعدة عامة تحطها في دماغك، ان مناطق القلب في العالم اللي حدودها عدد دول قليلة هي الولايات المتحدة وكندا، علشان ده قلب اقتصادي. طبعا الولايات المتحدة وبينها وبين كندا منطقة البحيرات كقلب اقتصادي، وطبعا منطقة القلب هنا يعتبر الحدود مفيش دول خالص، يعني الولايات بيحدها كندا ويحدها المكسيك. كندا كمنطقة قلب اقتصادي بيحدها الولايات بس. هنا يبقى منطقة القلب الاقتصادي يا شباب على خريطة العالم هنا اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى هنا نختار يا شباب السؤال رقم 6، نختار ألف، منطقة قلب اقتصادي، منطقة قلب يا اقتصادي. السؤال رقم 7 بيقول لك ايه عاد 7؟ الحجم السكاني، ركز معاي. الحجم السكاني لبعض الدول يدفعها لعقد تحالفات سياسية وعسكرية مع الدول الكبرى. يبقى كده لما يكون حجم السكان أو عدد السكان بتاع الدولة صغير يخليك تعمل تحالفات سياسية وعسكرية. ويظهر ذلك فيها في شرق أمريكا الجنوبية ولا شرق آسيا ولا غرب أمريكا الشمالية ولا جنوب غرب آسيا. انت بص، انت مغمض عينك تختار جنوب غرب آسيا، دول الخليج العربي. دول الخليج العربي هم اللي عدد سكانهم قليلين خالص يا شباب، حتى لو كانت السعودية كبيرة المساحة بس العدد قليل خالص. تمام كده يا شباب. السؤال رقم 8 اللي بعده كده يا شباب بيقول لك ايه؟ السؤال رقم 8 بيقول ايه؟ الموقع الجغرافي للأقلية وشكل الدولة لها ما أثر على استقرار الدولة. تمام، يبقى موقع الدولة، الموقع الجغرافي للأقلية وشكل الدولة ليه أثر على استقرار الدولة. ويظهر ذلك في دولة تنتمي لقارة ايه؟ آسيا، أمريكا الجنوبية، أفريقيا ولا أمريكا الشمالية؟ طبعا المفترض هنا الموقع الجغرافي وشكل الدولة لهم أثر على استقرار الدولة. كده هو بيتكلم على أندونيسيا، واخدة الشكل الجزري. واخدين بالكم يا شباب؟ دولة جزرية. زائد يا جماعة تاخدوا بالكم إن هو إن هي الأقلية اللي اسمها أقلية تيمور الشرقية، واخد لهم وطن خاص بيهم وموقع خاص بيهم على أطراف الدولة من الشرق خالص. يبقى هنا بنتكلم على اندونيسيا، يبقى في قارة مين؟ قارة آسيا. 9، دولة بحرية مجزأة كان السبب في مشكلة حدودية سياسية في جنوب آسيا. ما هي المشكلة الحدودية السياسية اللي موجودة في جنوب آسيا؟ مشكلة كشمير. تمام. طب كشمير يا شباب بين الهند وباكستان، مين الدولة اللي سبب فيها؟ طبعا دولة بريطانيا، وهي دولة طبعا مجزأة بحريا. دولة بريطانيا اللي هي مجزأة بحريا. السؤال رقم 10 بيقول لك ايه؟ الاحتباس الحراري أصبح حاليا مجال اهتمام قادة العالم المتقدم والنامي على حد سواء. طبعا الاحتباس الحراري هو ارتفاع درجة حرارة الجو يا شباب. هذه العبارة توضح إحدى خصائص النظام العالمي الجديد، وهي ظهور التكتلات ولا تحرير التجارة ولا تقلص دور السيادة الوطنية ولا تدويل المشاكل والقضايا التي يواجهها العالم. طبعا وانت مغمض عينك دي مشكلة بتواجه العالم، يبقى معناها مشكلة الاحتباس الحراري بتدخل في مجال النظام العالمي الجديد، إنها من إحدى خصائصه المعروفة بتدويل المشاكل والقضايا التي تقع في العالم أو يواجهها العالم. يبقى هنا المفروض هنا 10 الإجابة هتكون دال يا شباب. تمام كده. نيجي عاد للسؤال رقم 11 بيقول لك يا 11 بيقول لك يا شباب 11 ركز معايا. قامت المملكة العربية السعودية باحتجاز قارب هجرة غير شرعية بمياهها في الخليج العربي. في ضوء العبارة استنتج تتوقع أن يكون هذا القارب قادم من دولة مين؟ بص يا شباب، الاختيارات عندك بنجلاديش صح وسنغافورة صح وماليزيا صح، لأنهم دول في جنوب شرق آسيا وبتروح هجرات لجنوب غرب آسيا. ولكن كيف أختار في الامتحان الصح؟ كيف اختار في الامتحان الصح؟ هختار الدولة القريبة من المملكة العربية السعودية. ليه؟ لأن هنا هجرة غير شرعية قادمة في الخليج العربي. وطبعا بنجلاديش هتمشي عاد في البحر العربي. بنجلاديش
طبعا في خليج بنغال وبعد كده البحر العربي وتدخل على طول على الخليج العربي. يبقى اقرب دولة هي بنجلاديش، واوريها لك على الخريطة عشان تبقى مركز معايا. نجيب خريطة العالم اهي يا شباب، بصوا اصحوا معايا اهي يا شباب. اقرب دولة فيهم بنجلاديش اهي يا شباب. بنجلاديش هي القريبة خالص يا شباب. تمام كده يا رجالة، ركزوا معايا. يبقى كده السؤال 11 ألف. السؤال اللي بعده 12، بيقول لك السؤال ده جميل خالص يا شباب. 12، شاهد العالم في بث مباشر. أول ما الاقي في الامتحان بث مباشر أو تشوف أي حاجة على التلفزيون أو مؤتمر أو ماتش كورة ما تكملش بقية السؤال خلاص. يبقى ده اسمها وسائل اتصال سلكية ولا سلكية أو تكنولوجيا معلومات. بث مباشر في التلفزيون يا شباب اللي هو نقل المومياوات. 13، قوتان عظيمتان لعبتا دورا فاعلا في الإسراع بإعلان النظام العالمي الجديد. مين الدولتين الكبار خالص اللي لهم دور كبير في الإسراع بالنظام العالمي الجديد واللي نهضوا اقتصاديا؟ والله هم اليابان يا أستاذ. تمام كده، وألمانيا. يلا تعال خليك قاعد في الاختياري. هل يتشابهان في المظهر التضاريسي، ولا اشتراكان في أحلاف عسكرية، ولا معدل الإنفاق على البحث العلمي، ولا تأثرهما بالصدمات الخارجية؟ طبعا انت لو مفتح عنك كويس هتختار جيم. ليه يا شباب؟ لأنه هناك في اليابان وألمانيا بيكون في صرف كبير خالص على البحث العلمي، يعني بيوفروا كل الإمكانيات المادية للعلماء والمفكرين والمبدعين بجانب إنهم دول متقدمة. تمام كده يا شباب. 14، تقع مصر في الحوض الأدنى لنهر النيل بينما تقع نيجيريا في الحوض الأدنى لنهر النيجر. في ضوء العبارة استنتج تتشابه كل من مصر ونيجيريا فيها. والله هنشوف الاختيارات. مصر ونيجيريا شبه بعض في اتجاه النهر. نهر النيل في مصر بيجري من الجنوب للشمال، نهر النيجر في نيجيريا بيجري من الشمال للجنوب، يعني اتجاه النهر غلط. تمام. الحاجة لتفعيل اتفاقيات الأنهار الدولية. هو المفروض يا شباب أصلا دول العالم كلها تفعل اتفاقيات الأنهار الدولية. طب اتفاقيات الأنهار الدولية مفعلة فين؟ في أوروبا بس. يبقى هي المفروض الإجابة به صح. أنهارهما يمثلان حدود سياسية؟ لا طبعا، لأن الاثنين دولتين بحريتين. استغلال أنهارهما لتحقيق التواصل الحضاري؟ غلط، لأنهم الاثنين بحريتين. تمام. وكمان في جيم أنا آسف برضه أقول حاجة، أنهارهما يمثلان حدود سياسية؟ لا طبعا، لأن الأنهار دي سواء النيجر أو النيل في مصر ونيجيريا بيجروا داخل حدود الدولة وليس يفصلهمها عن دول أخرى. يبقى هنا الإجابة بها يا شباب. 15، سؤال جميل. ادرس الخريطة ثم استنتج يعتبر خليج كاليفورنيا بأمريكا الشمالية بمثابة ايه؟ والله تبص على الخريطة وتدقق. خليج كاليفورنيا ده تبع دولة المكسيك وهو داخل في المكسيك، يبقى مياه داخلية في المكسيك على طول كده. هاي يا شباب سؤال جميل ومحدش غلط فيه يا شباب السنة اللي فاتت على فكرة. 16، تسعى الدول لتحقيق مصالحها مع الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة. أكيد. في ضوء عبارة استنتج حال رغبة أثيوبيا تحقيق التواصل مع العالم الخارجي يجب عليها إقامة اتحادية. طالما في الامتحان قبل ما تحل قال لك دولة هتعمل تواصل يبقى تتفق مع دولة تانية تكون قريبة منها وواصلة للمياه، اسمها كونفدرالي عشان تبقى مريح دماغك. اي اتحاد لدولة مع دولة تروح لكلمة كونفدرالي في الاختياري، يعني به وده الغلط. قدامك يا الف يا جيم. طب يا استاذ مين فيهم اللي صح؟ هنشوف الاقرب لاثيوبيا. طب يا استاذ جنوب السودان حبيسة جنب اثيوبيا، واريتريا بحرية. اختار مين؟ اختار الدولة البحرية. يبقى الاجابة المفروض جيم اريتريا، واوريها لك على الخريطة. اصحى معاي اهي يا شباب. اثيوبيا يا شباب عشان تطلع للعالم الخارجي الافضل ليها اريتريا وليس جنوب السودان، وليس جنوب السودان. وتختار كلمة كونفدرالي عشان تريح دماغك أول بأول. هنا 17 بيقول لك ادرس الجدول ثم استنتج. ادرس الجدول ثم استنتج. الدولة التي قد تعاني من صعوبة الاتصال بين أجزائها. طالما قال لك صعوبة الاتصال بين أجزائها وفيها تنوع مناخي وفيها تنوع مناخي، طالما في تنوع مناخي يبقى شكل الدولة يبقى كده. وطالما في صعوبة الاتصال بين الأجزاء يبقى دولة طولية. تمام، مستطيلة طولية وليست عرضية. تروح للاختياري كلمة نص قطرة دي دولة مندمجة ما تنفعش. تمام. تمتد من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، هي دي اللي هتنفع. ليه؟ لأن من الشرق للغرب أدي 200 ومن الشمال للجنوب أدي 1200، طولها 6 أمثال الأرض والباقي ما تبصش فيه. واخدين بالكم؟ لأن سين زي نون، سين زي نون الاتنين مندمجين. تمام كده يا شباب. وعين عرضية وليس طولية، يبقى نختار هنا يا شباب ميم.
اللي هي جيم المفروض. تمام كده يا شباب. السؤال رقم 18، العبارة التي تشير إلى مفهوم الأمة. الأمة يعني تواصل، تجانس، تفاهم، لغة واحدة، تاريخ واحد، أرض واحدة، وزمن طويل. قيام مجموعة بشرية بإجراء انتخابات، دي دولة. تميز مجموعة بشرية بتراث شعبي، هي دي الأمة، لأن الأمة يبقى عندهم تراث، التراث يعني العادات والتقاليد والتاريخ الواحد والأرض وكله. اتخاذ قرار بعقد معاهدة، دي دولة. اتخاذ قرار بالانضمام لحلف عسكري، دي دولة. يبقى مصطلح الدولة على الأولى وجي على ألف وجيم ودال، أما رقم ب هي اللي هي الأمة يا شباب. احفظ خصائص الأمة والدولة. دولة تفتقر لمزايا الإنتاج الكبير، يبقى دولة لا تنتمي لأي تكتل اقتصادي. طب المغرب لاتحاد المغرب العربي. طب المغرب منضمة لاتحاد المغرب العربي. سلطنة عمان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. تونس للكوميسا والمغرب العربي. اليمن مش منضمة لحد، يبقى تفتقر يعني تفتقر لمزايا الإنتاج الكبير، يعني لا تنتمي لأي تكتل اقتصادي. 20، جميع الأحلاف العسكرية ذات صبغة رأسمالية، يخرج عنها حلف مين اللي مش رأسمالي؟ جنوب شرق آسيا، اللي الولايات المتحدة زمان كانت تبع جنوب شرق آسيا، يبقى رأسمالي. المركزي، ركز معاي، ذات الصبغة رأسمالية، يخرج عنها حلف مين؟ المركزي. طبعا انت لو ركزت في الأحلاف العسكرية في كراسة المفاهيم، نجيب لك كراسة المفاهيم، ركز معايا الحلف المركزي اللي هو حلف بغداد يا جماعة. واخدين بالكم؟ نجيب لك الأحلاف العسكرية، اصحى معايا هوريك حاجة تاخد بالك منها. بص يا شباب، اصحوا كده معاي بالصلاة على النبي كده. دي الأحلاف العسكرية. عندك الحلف المركزي، ركزوا معاي. الحلف المركزي اللي هي باكستان، لما قلناها كتير في فيديوهات سابقة. وطبعا الحلف وعندك بريطانيا مركزي وجنوب شرق آسيا، حلو. وعندك كمان إيران والعراق وتركيا. وعندك برضو الولايات المتحدة، دي جنوب شرق آسيا الولايات المتحدة. لكن مين الحلف اللي يخرج عن الصبغة الرأسمالية وانت مغمض عينك كده؟ معروف حلف مين؟ حلف وارسو. ليه حلف وارسو يا شباب؟ علشان حلف وارسو تابع للاتحاد السوفيتي، تابع للاتحاد السوفيتي. يعني انت لازم تكون حافظ الأحلاف ومكانها فين. واخدين بالكم يا شباب؟ السؤال اللي بعده 21، تتعدد العوامل التي أثرت على تغير الحدود في العالم. في ضوء ما درسته، الحد الذي شهد تغيرات لعوامل طبيعية يقع فين؟ طبعا الحد السياسي اللي تعرض لعوامل طبيعية وما كانش ثابت معروف في المنهج، نهر ريو جراندي في الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين المكسيك. يبقى في جنوب غرب المكسيك، ولا شمال شرق المكسيك، ولا شمال شرق الولايات، ولا شمال غرب الولايات المتحدة؟ طبعا لو انت مركز المفروض تاخد شمال شرق المكسيك. ليه شمال شرق المكسيك؟ لان هنا يا شباب على خريطة العالم، اجيبها لك دلوقتي، اصحى معاي على خريطة العالم. ادي نهر ريو جراند، ادي نهر ريو جراند. واخدين بالكم يا شباب؟ ادي نهر ريو جراند. واخدين بالكم؟ نهر ريو جراند المكان ده ماله؟ ده شمال شرق المكسيك، شمال شرق يا المكسيك يا شباب المستقبل. ان شاء الله سهلة بإذن الله. 22، من خصائص الحدود أنها قابلة للنقل والحركة والاختفاء أحيانا. في ذو العبارة استنتج المنطقة التي شهدت تعديلا للحدود في العقد الأخير من القرن العشرين، يعني سنة 1900 حاجة وتسعين، يعني 91 و90 الكلام ده كله. تشرف عليه طبعا تعديل للحدود، تشرف على بحر قزوين، ولا خليج هيدسن، ولا الخليج العربي، ولا بحر المانش؟ ركز معاي يا شباب وادعي لي، لان دي حلويات امتحان السنه اللي فاتت صراحه. طبعا التعديل طالما قال لك العقد الاخير من القرن العشرين يبقى تفكك الاتحاد السوفيتي. طب مين المسطح المائي في دول اللي اتاثر بحر قزوين لما ظهر حواليه دول وسط آسيا اللي هم كازاخستان وطاجكستان والكلام ده كله وأوزبكستان. وطبعا يا جماعة وظهر من جنب تاني أذربيجان وأرمينيا اللي هم دول القوقاز. يبقى هنا يا جماعة هنختار يا شباب المستقبل بحر قزوين. أوريها لكم على الخريطة، نوريها لكم على الخريطة، محدش واحد يزعل، أنا مش عايز حد يزعل، عايزك تركز. أهمات يا شباب، دول يا شباب اللي ظهروا في العقد الأخير من القرن العشرين، أهمات يا شباب، أهماتي في شرق قزوين وشمال قزوين وغرب قزوين واللي جابوا قزوين ما عدا جنوب قزوين. اصحى معاي انت وقزوين، انت وهو.
23 أمام خارطة لسلطنة بروناي، ادرسها ثم استنتج تتشابه بروناي من حيث الشكل. بص يا حبيبي، بروناي ديت مفيش حد غلط فيها السنة اللي فاتت قسما بالله العظيم. بص يا شباب، ماليزيا في النص، وطالما لقيت الشكل ده والشكل ده شبه بعض يبقى الاتنين تبع بعض وتفصلهم ماليزيا، يبقى كده بروناي دولة مجزأة برية. يبقى شبه مين في الاختياري؟ ايوه كده صح زي ما انت ما تقول، شبه الولايات المتحدة الامريكية. يبقى اتدرب على الامتحان السنة اللي فاتت، جميل جدا. 24 الحدود التي توجد على أبعاد متساوية من ظاهرة طبيعية. دي حفظ حفظ ما فيهاش لف. الحدود التي توجد على أبعاد متساوية من سلسلة جبلية أو ظاهرة طبيعية اللي هي السلسلة الجبلية حدود هندسية. حدود يا هندسية. يبقى إذا كده يا شباب، الحدود اللي بتوجد على أبعاد متساوية من ظاهرة طبيعية دي حدود هندسية. حدود يا هندسية. يبقى نختار هنا يا شباب السؤال 24، نختار دال. نختار يا دال. أقسم بالله لو حافظ بالظبط تحل، مش هقول لك فاهم. تمام. 25 العملية الانتخابية لها جوانب جغرافية تتناولها الجغرافيا السياسية. طب الجغرافيا السياسية في العملية الانتخابية بتتناول التركيب السكاني وأنشطة السكان والتعداد السكاني واللي خلف السكان، ولكن يخرج عنها الميزان التجاري. مفيش الكلام ده عندنا خالص. يبقى لازم تكون مركز لعل كلمة كلمة في المنهج. تمام كده. 26 مالها 26؟ نصحى معاي. 26 بيقول لك يا رغم مميزات الجبال اقتصاديا وعسكريا للدول طبعا، إلا أنها لها أحيانا أثر اجتماعي سلبي. أثر اجتماعي سلبي على بعض الدول، مثل الولايات المتحدة ولا مصر ولا السعودية ولا أسبانيا. طبعا أسبانيا لما ظهر فيها أقلية كاتالونيا اللي هي برشلونة اللي مش قادرة حتى تاخد الدوري. كاتالونيا اللي هي مين؟ طبعا كاتالونيا. دي 26 يا جماعة، سؤال حلو خالص. 27 كان لانتهاء الحرب الباردة وامتلاك الغرب السلاح والتكنولوجيا أثر سلبي. أنا عايزك تحفظ لي جملتين في المنهج وما تروحش بعيد. المال والسلاح والتكنولوجيا أثر سلبي على غرب أفريقيا، أثر إيجابي على شرق أوروبا. أثر سلبي على الشرق الأوسط، أثر إيجابي على دول أوروبا وأمريكا الشمالية. يبقى نختار مين الأثر السلبي؟ غرب أفريقيا. وأنت مغمض عليا النعمة. امتحان السنة اللي فاتت 23 لو جالكم السنة دي بأمر الله 60 من 60 الكل بأمر الله. 28 ادرس الخريطة الموجودة قدامك ثم استنتج. أحلى حاجة التكتل الاقتصادي الذي يستطيع زيادة عدد وحداته السياسية مع احتفاظه بالمقاوم الجغرافي والاثنوغرافي. طالما قال لك تكتل هيحافظ على المقاوم الجغرافي والاثنوغرافي، يعني يحافظ على اتصال الأرض بتاعه واللغة والدين بتاعته، يبقى ما قدامكش غير يا إما تختار للمغرب العربي يا إما تختار مجلس التعاون لدول الخليج العربي. طب هو جايب لك إيه في الاختيار؟ جايب لك مجلس التعاون لدول الخليج العربي عشان اللغة. ليه؟ لأن مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالازرق على الخريطة قدامك يقدر يزود، ياخد مصر، ياخد ليبيا، ياخد الجزائر معاه، ويحتفظ باللغة بتاعته والتاريخ والدين كمان. مالي، موريتانيا، السعودية، اليمن. القاسم المشترك بينهم هل توقيع اتفاقيات مشكلات حدودية، ولا سهولة الاتصال بالعالم الخارجي، ولا الانضمام لتكتلات اقتصادية، ولا الإشراف على مواقع استراتيجية؟ والله سهولة الاتصال كنت اقول لك ينفع، بس مالي بوظت الدنيا خالص، يبقى مش هتنفع لانها حبيسه مالي. الانضمام لتكتلات اقتصاديه، طب اليمن مش منضمه لتكتلات اقتصاديه. طب الاشراف على مواقع استراتيجيه، مالي مش مشرف على مواقع استراتيجيه. امال يا استاذ؟ كلهم عمل اتفاقيات الرعي او الرعاية. تمام كده يا شباب؟ تمام كده يا رجاله؟ يبقى هنا 29,000 يا شباب. 30 الدولة التي حافظت على قوتها وتماسكها رغم تعدد اللغات بها. دي مباشرة جت حتى في الأزهر السنة اللي فاتت، دولة سويسرا يا شباب. 31 دولة طبقت مبادئ الديمقراطية في التعامل مع الأقليات. والله بص، في العالم العراق في قارة آسيا احترمت الأقليات اللي هم الأكراد في شمال العراق وسابتهم يستخدموا اللغة بتاعتهم. إيطاليا في أوروبا ما احترمتش الأقليات، يبقى قارة آسيا احترمت، أوروبا ما احترمتش. العراق احترمت، إيطاليا ما احترمتش. لما إيطاليا جبرت النمساويين يستخدموا اللغة الإيطالية، يبقى اللي طبقت مبادئ الديمقراطية واحترمت حقوق الإنسان طبعا العراق. وسؤال فظيع جميل جميل خالص السؤال 31 يا شباب. 32 يظهر دور الجغرافيا السياسية التطبيقي لنشر السلام والأمن الدولي من خلالها.
طبعا يا جماعة الجغرافيا السياسية الجانب التطبيقي اللي هو حل المشكلات اللي بتواجهك زي مشكلة طابة ورسم الحدود في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. يبقى هنا اقتراح حلول مناسبة للمشكلات التي يواجهها العالم. تمام كده، يبقى 32 جيم يا شباب، 32 يا جيم. تمام. السؤال ابو درجتين يا شباب. يظهر النظام السياسي في صورته المؤسسيه قسما بالله، وخدها مني كده سجلها لي في القناه بتاعتي. قسما بالله السؤال زي ده بنفس الصيغه صورته المؤسسيه او صورته الاجتماعيه لازم يجي في الامتحان 2024. 33 يظهر النظام السياسي في صورته المؤسسية من خلالها الموافقة على الانضمام لتكتل اقتصادي، ولا التوسع في مشروعات البنية التحتية، ولا بناء المدارس، ولا التأمين الصحي. والله البنية التحتية يعني أساسية، نقل ومواصلات وبناء مدارس وتأمين صحي، ده نظام سياسي في صورته الاجتماعية. لكن ألف الموافقة على الانضمام لتكتل اقتصادي ده نظام سياسي في صورته المؤسسية، لأن لازم توافق عليه مؤسسات الدولة الأول. يبقى 33 الإجابة هتكون يا شباب الأولى، الإجابة الأولى يا شباب. تمام كده. 34 يبدأ الرصيف القاري مع بداية المياه. الرصيف القاري يا شباب بيبدأ الرصيف القاري متى؟ من خط الساحل. يبقى مع بداية المياه الإقليمية، مع بداية المياه الإقليمية. يبقى 34 مع بداية المياه الإقليمية، لأن الرصيف القاري بيبدأ مع خط الساحل. تمام. 35 تنتشر قوات درع الجزيرة على سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، وتستفيد منها العديد من الدول يخرج عنها. طبعا قوات درع الجزيرة موجودين في دول اللي تنتمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. طب اللي مش ما يستفيدوا منهم مين؟ السعودية وعمان بتستفيد، الكويت وقطر، العراق واليمن، الامارات والسعوديه. لكن في دولتين هنا مش يستفيدوا خالص. يبقى الدولتين اللي مش تابع مجلس التعاون لدول الخليج العربي، يبقى نختار مين؟ هنختار يا شباب هنا جيم. طب ليه يا استاذ؟ علشان هقول لك يا حبيبي اسمعني. مجلس التعاون لدول الخليج العربي هم اللي عندهم قوات درع جزيره، اللي هم مين؟ السعوديه وسلطنه عمان والكويت وقطر والامارات. تمام كده يا شباب. وعندك البحرين، الامارات والبحرين. طبعا العراق واليمن مش تبعهم. 36 المساحة الكبيرة والغابات والمرتفعات والأنهار جميعهم بيشتركوا فيها. السؤال ده جميل خالص. 36 السؤال ده جميل خالص. 36 تعزز وحدة السكان بالدولة، بالعكس ممكن الجبال تفصل. ظاهرة استهلاكية ثابتة، بالعكس ممكن تتغير، وده بالعكس بتتغير. الغابات ممكن يتم إزالتها، والأنهار طبعا بتتحرك مش ثابتة. ظاهرة ديناميكية متغيرة، ماشي، بس المرتفعات ممكن ما تتغيرش من مكانها، واخد بالك، فمش هتنفع. ذات أبعاد استراتيجية، أيوة ذات بعد استراتيجي، لأنها مناطق تخوم. مناطق يا شباب مناطق تخوم كبيرة. يبقى نختار الإجابة د يا شباب. 37 كان لفشل معاهدة الصداقة والتعاون اللي هو حلف وارسو والمساعدة المتبادلة أثر فيها في تناقص الأقليات اللغوية، ولا زيادة الأقليات القومية، ولا زيادة الأقليات العرقية، ولا تناقص الأقليات الدينية. طالما معاهدة الصداقة والتعاون اللي هو حلف وارسو، ادعوا لي يا شباب الله يبارك لكم. حلف وارسو، حلف مين؟ وارسو. حلف وارسو فشل، يبقى كده تكتل الاتحاد، يبقى كده الاتحاد السوفيتي سقط كده. طب لما يسقط الاتحاد السوفيتي زادت الاقليات القوميه، زادت الاقليات يا القوميه. يبقى 37 هنا يا شباب هنختار الاقليات القوميه. تمام. 38 الدولة العربية التي تمتلك علاقات دولية قوية بحكم موقعها وقوتها الديموغرافية. يعني عند عدد كبير من السكان وانت مغمض عينك الدنيا، وانت مغمض. طالما قال لك قوة ديموغرافية يعني عند عدد كبير من السكان، وكمان موقعها المتميز. مصر في مركز العالم، وبتشرف كمان على قناة السويس، يعني مركزي واستراتيجي وقوة سكانية اللي هي ديموغرافية. يبقى الدنيا، ربنا يخليها لنا يا رب. 39 قام أحد الباحثين بدراسة المقاومات الجغرافية لدولة جيبوتي، وتوصل إلى أنها اكتسبت علاقات دولية تنبع من موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب. في ضوء تلك العبارة ساعد في إبراز أهمية هذه الدراسة علمية السياسة الجيوبوليتيك، الاقتصاد، الجغرافيا السياسية. يا جماعة دولة جيبوتي أحد العلماء درس مقاوماتها الجغرافية، درس مقاوماتها الجغرافية. يبقى كده استعان بعلم الجغرافيا السياسية، لأن هو اللي بيدرس المقاومات الجغرافية للدولة الطبيعية والبشرية، ومن خلالها بيحدد الوزن السياسي للدولة وأثر ذلك في بيحدد وزن الدولة، بيحدد تنظيمها الداخلي ووزنها السياسي وأثر ذلك في علاقاتها الدولية، يعني وزنها السياسي على خريطة العالم. يبقى هو بيتكلم هنا على تعريف الجغرافيا السياسية، تعريف الجغرافيا السياسية. 40
ادرس الخريطتين ثم استنتج. الخريطة اللي هي قبل الحرب العالمية الأولى، والخريطة بتاعت العالم الآن. الخريطتين المشهورين في المنهج يا شباب، عارفينهم طبعا. الدولة الأوروبية التي ساهمت في رسم الحدود بمعظم دول الوطن العربي. يعني مين الدولة الأوروبية؟ الدول الأوروبية اللي رسمت حدود في الوطن العربي. لو بصيت في الخريطة هنا هتلاقي الوطن العربي تعرض للاحتلال. يا ركز معايا، الاحتلال اللي بالازرق ده مين؟ الفرنسي. والاحتلال الانجليزي. يبقى كده انجلترا وفرنسا هم اللي رسموا الحدود في الوطن العربي. سؤال فظيع جدا وجميل خالص خالص خالص. يبقى مين؟ انجلترا وفرنسا يا شباب، وانت مغمض عينك، هم اللي رسموا الحدود في الوطن يا العربي، بل بالعكس في افريقيا كلها واسيا كلها، يعني معظم اسيا ومعظم افريقيا بنسبة 70-80%. واخدين بالكم يا شباب؟ السؤال رقم 41 يا شباب، اصحوا معاي. بيقول لك قرار محكمة العدل الدولية بانحراف الحد البحري بين تونس وليبيا، اللي هي مشكلة الرصيف القاري بزاوية 52 درجة، نتيجة تغيير اتجاه خط الساحل لدولة تونس نحوها. طبعا خط الساحل لدولة تونس واخد بالك بيتجه ناحيتها. بص يا شباب اهو، شايف الخط؟ اصحى معاي، اصحى معاي. ده الحد اللي طلبت بيه مين؟ طلبت بيه ليبيا. ليبيا عايزة تتجه للشمال، تمام. بس الحد بعد كده محكمة العدل الدولية تخليه ينحرف ليا للشرق، للشمال، الشمال يا الشرق. يبقى كده خط الساحل لدولة تونس اتغير. طبعا خط الساحل بيتغير، اتجاه خط الساحل بيتغير في تونس، بس التغيير بتاعه ياخد الاتجاه اليمين، طالع لفوق ومتجه لليمين. يبقى واخد الاتجاه الشمالي يا الشرقي يا شباب، الشمالي الشرقي، الشمالي يا الشرقي. 42 بيقول لك ايه 42؟ تتميز موريتانيا، ثواني يا شباب. 42 تتميز موريتانيا عن العراق والأردن بالانضمام إلى منظمة دولية، حلف عسكري، منظمة إقليمية، تكتل اقتصادي. طبعا يا شباب موريتانيا دولة، في البداية لازم تعرف إن موريتانيا مش في حلف عسكري، لأن قارة أفريقيا ما فيش حد فيهم في أحلاف عسكرية، واخدين بالكم؟ طيب تكتل اقتصادي. طيب هل موريتانيا منضمة لتكتل اقتصادي؟ ايوه يا استاذ منضمة لتكتل اسمه اسمه اتحاد المغرب العربي، اتحاد المغرب يا العربي. طيب يعني دي صح، دي صح. طب هل منضمة لمنظمة إقليمية؟ لا، ولا منظمة دولية. هي طبعا دولة موريتانيا بيميز عن العراق والأردن يا إنها منضمة لتكتل اقتصادي. عارفين لو ما فيش عراق والأردن كنا ناخد منظمة دولية ومنظمة إقليمية، لكن للأسف هو عايز حاجة بتميزها عن العراق والأردن، هي في تكتل اقتصادي. العراق والأردن مش في تكتل اقتصادي، واخدين بالكم يا شباب؟ 43 ظهر أثر حركة السكان. السؤال ده لازم يجي في الامتحان بنسبة مليار في المية، مهم قوي، مش هو بالظبط بس نفس الطريقة. ظهر أثر حركة السكان في نشأة الحدود فين؟ في جنوب اليونان، ولا شمال رومانيا، ولا غرب البرتغال، ولا شرق المملكة المتحدة؟ أولا المملكة المتحدة ركز معاي دولة جزرية، يعني مفيش دولة ظهرت جنبها، يبقى كده مفيش حدود. غرب البرتغال بيطل على المحيط الأطلنطي، وهوريلك دلوقتي على الخريطة. دي غرب البرتغال، غرب البرتغال اهو يا شباب، ادي غرب البرتغال على المحيط الأطلنطي. وادي المملكة المتحدة، اصحوا معايا ثواني. وادي المملكة المتحدة يا شباب جزرية، واخدين بالكم؟ فمش هتنفع، تمام. فهو عايز ايه تاني؟ عايز شمال رومانيا. نشوف لك شمال رومانيا اللي هي مش هتنفع اصلا. ادي شمال رومانيا يا شباب، اصحى معاي. شمال رومانيا يا شباب، ركز معاي، ادي شمال رومانيا ها، تمام. شمال رومانيا، يبقى هنا انا قلت لك مش هتنفع. كيف ده؟ شمال رومانيا هتنفع. اثر حركه السكان ساهم في نشأة الحدود السياسيه في شمال رومانيا، هتنفع. شمال رومانيا هتنفع لان شمال رومانيا بين الحد الشمالي، واخد بالك؟ ظهر جنبه دوله، يبقى كده في حدود بريه. لكن جنوب اليونان هي اللي مش هتنفع، جنوب اليونان مش هتنفع لانها في البحر المتوسط يا شباب. في البحر المتوسط يا شباب. يبقى كده يا شباب عذرا. غرب البرتغال مش هتنفع عشان جنب على المحيط الاطلنطي. المملكه المتحده بيحيطها المياه من كل حته، يعني ما فيش دوله جنبها. شمال رومانيا جنبها اوكرانيا هتنفع، كده يبقى في حدود بريه. يبقى نشأة الحدود هيخلي فيه مشكلات تظهر، او هنا ممكن متوقع فيه مشكلات، او متوقع رسم حدود، وطبعا اترسمت. اما جنوب اليونان مش هينفع علشان طبعا يا جماعه ما فيش دوله جنبها، ده جنبها البحر. يبقى هنا يا شباب حركة السكان أثر في نشأة الحدود في شمال رومانيا، شمال يا رومانيا. 44 أربعة يا شباب، 44. ادرس الخريطة المقابلة ثم استنتج. يصعب حدوث مشكلات حدودية بين دولتي من ومين؟ قال لك تشاد ومالي، ولا تنزانيا وكينيا، ولا تشاد وأفريقيا الوسطى،
ولا تنزانيا وموزمبيق؟ لازم نروح للخريطة الكبيرة عشان نفهم أكتر. نشوف الأول، يصعب حدوث مشكلات حدودية بين مين ومين؟ تختار لي دولتين مش جنب بعض، تمام كده؟ مفيش مشكلات حدودية، يبقى يصعب يعني مفيش مشكلات حدودية بين دولتين مش جنب بعض. نشوف تشاد ومالي في خريطة أفريقيا هنا أوضح. تشاد ومالي يا شباب، ادي تشاد وادي مالي، واخدين بالكم؟ ادي تشاد ها، ومالي بعيد بينهم النيجر، يبقى كده تشاد ومالي مش هتنفع. يبقى تشاد ومالي مش هينفع يحصل بينهم مشكلات، يبقى هي اللي هنختارها. يبقى صعب حدوث مشكلات حدودية، مش هتنفع ان يظهر بينهم مشكلات. تمام. طب تنزانيا وكينيا، نروح لتنزانيا وكينيا. بص يا باشا، ادي تنزانيا وكينيا جنب بعض، يبقى يظهر بينهم مشكلات، هنا عايزين دولتين مش جنب بعض. تمام كده يا شباب. عندك جيم تشاد وافريقيا الوسطى، نشوف تشاد وافريقيا الوسطى. تشاد وافريقيا الوسطى جنب بعض اهمات يا شباب، يبقى يظهر بينهم مشكلات حدودية. تمام. يبقى دياتي مش هينفع نختارها. تمام كده يا شباب اللي هي جيم. طب تنزانيا وموزمبيق، ادي تنزانيا وموزمبيق يا شباب، ادي تنزانيا تحت، تنزانيا وموزمبيق، ادي تنزانيا وموزمبيق جنب بعض، يبقى تنزانيا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق. وتشاد وافريقيا الوسطى دول جنب بعض، لكن تشاد ومالي بعيد عن بعض، يبقى نختار يا شباب تشاد ومالي لانهم هما اللي بعيد عن بعض. هما اللي بعيد عن ايه؟ هما اللي بعيد عن بعض. يبقى كده الاجابه هتكون الف يا شباب، تشاد ومالي مش هيحصل بينهم مشكلات حدوديه لانهم بعيد عن بعض، الحدود بتاعتهم مش مشتركه. تمام كده. ده الدور الاول 2023 انتهى معانا. بس انا اطلب منكم يا شباب انكم تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ودعمونا عشان نقدر نكمل معاكم بامر الله. وان شاء الله ان شاء الله امتحان 2024 هيكون في نفس مستوى الامتحان ده، وباذن الله باذن الله تجيبوا اعلى الدرجات. في النهاية الاسطورة بيقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.